رجعت ليكم بفيديو عن جوني ديب اسمه دارك شادوز. الفيلم بيحكي عن واحد بيحب ساحرة بتحاول تغريه وكده، وبعد كده بيصحى بعد 100 سنة. قصة كده طويلة. عم ليك صاحب على الايفون عايز تكسب وصل الفيديو 20 لايك، اقتراح من الكومنتات. عارفين يا جماعة الفيلم ده يعتبر التصنيف العمري بتاعه بلس 18، ولو فيديو وصل 20 لايك اقتراح من النهارده. تعالوا بقى اقول لكم التفاصيل وركزوا معايا. الحكاية بتبدأ سنة 1760 في عيلة اسمها عيلة كولينز، بتسيب ليفربول وبترجع تركب السفينة لولاية مين في أمريكا عشان يكبروا الإمبراطورية بتاعتهم وكده، ويعملوا شركة صيد سمك ناجحة جدا وبدأ يبنوا قصر ضخم اسمه كولينود. صاحب العيلة بيربي ابنه بارناباس على إن العيلة هي الكنز الحقيقي، وبعد 15 سنة الولد ده بارناباس بيجمل العلاقة مع واحدة من الخدم اسمها أنجيليك، بس بيطلع بعد كده إنها ساحرة ومخبية عليه حقيقتها. لا بتطلب منه يحبها بجد مش بس بجسمه. بيقول لها أنا مش حاسس بحاجة ناحيتك بصراحة، وموضوع السحر ده قبضني أوي. فقالت له خلاص أنا هنتقم منك، وبتسحر أهله وتموتهم في حادثة. بعد كده بارناباس اللي هو جوني ديب ده بيشك إن في سحر ورا الموضوع، ويبدأ يدرس الفنون المظلمة، وفي نفس الوقت بيقع في حب واحدة اسمها جوزيت. فالساحرة دي بتعرف ان هو بيحب واحدة غيرها، وبتسمعهم هم بيعترفوا لبعض بالحب، فبتسحرها البنت دي وتخليها ترمي نفسها من فوق منحدر عالي وتنتحر. فبرنابس ده بيرمي نفسه وراها عشان ينقذها، بس ما بيموتش لان الساحرة دي حولته لفامباير عشان يعيش في عذاب ابدي ويفضل مخلد. وبتلم عيلة اهله وكل الناس بتوع البلد وبيحبسوه في تابوت ويربطوه بسلاسل ويدفنوه في الغابة. وبعد 100 سنة بيصحى الولد ده سنة 1972. بتركب واحدة اسمها فيكتوريا القطر اللي بنفس البلد اللي هو مدفون فيها عشان تشتغل مربية في القصر، وبعد كده بتهرب من ماضيها ومغيره اسمها وكده، وكان ليها قصه يعني. ولما توصل القصر بتقابل واحد اسمه ويلي الجنايني اللي بيقول لها على فكره القصر ده حالته بقت تصعب على الكافر ومبقاش فيه غير خدامين بس في واحده اسمها اليزابيث كولينز هي كبيره العيله وممكن تقابلك. بعد كده فيكتوريا بتقابلها وبتفهمها الشغل، وبتعجب بذكاء البنت الجديده اللي جايه تشتغل خدامه دي. وعلى العشاء كده كانت فيكتوريا بتقابل بقيه العيله اللي هو روجر الاخ العاطل، وبنته المتمرده كارولين، والطفل ديفيد اللي بيشوف روح امه الميته طول الوقت، والدكتوره جوليا اللي المفروض بتعالج ديفيد بس طول الوقت سكران. ودول افراد العيله بتوع البيت الجديد. وبعد كده فيكتوريا بتشوف روح جوزيت دي اللي هي الحبيبه السابقه اللي ماتت منتحره في الطرقه، وبتقول لها على فكره هو جاي، هو هيقرب قوي، وبترمي نفسها كانها من فوق بالطريقه اللي انتحرت بيها تاني. هو بترمي نفسها من مكان عالي. وفي الوقت ده في الغابه في عمال بناء كانوا بيحفروا عشان يبنوا كده ماكدونالدز، وبيلاقوا التابوت اللي هو بتاع برنابس اللي كان مدفون فيه، وبدا يطلع منه وياكل العمال ال 11 كلهم، وهو بيعتذر لهم بيقول لهم انا اسف انا فامباير وطبيعي اكلكم بس انا ميت من الجوع. وبيمشي لحد القصر وهو مذهول من شكل العربيات والانوار والاسفلت والتكنولوجيا، عارفين زي سمير وشهير وبهير كده. وبعد كده برنابس ده بيدخل القصر وبينيم ويلي مغناطيسيا عشان يخدمه. اليزابيث بتدخل عليه وبتشك في هويته وبتقول انت مين؟ قال لها في اوضه سريه تحت القصر دي فيها ذهب ومجوهرات ومحدش عارفها غيري، انا كنت عايش في القصر ده زيكم وحصل لي واحد اتنين تلاته. وبعد كده برنابس بيوعدها انه هيرجع مجد العيله بالذهب ده، واليزابيث بتوافقه بس بشرط محدش يعرف ان هو فامباير، عشان مجرد ان هم يعرفوا دي لبش لوحدها. وبدات تقدمه للعيله كلها كانه برنابس الثالث او قريبهم اللي جاي من انجلترا، وبدا يعرفهم بقى ان في امبراطوريه وصيد السمك والحاجات اللي كانوا عاملينها قبل كده دي الشركه اللي كانوا عاملينها، وعرف انها ضاعت وبتاع. والمسيطر دلوقتي شركه اسمها انجل باي او الخليج يعني انجل. ولما الفيكتوريا بتدخل في الموضوع برنابس بيقف مذهول لانها شبه جوزيت بالظبط، لها بنت في القصر الجديد ده شبه حبيبته القديمه. وبدا يكتشف كمان معلومات ان الساحره انجيليك اللي عملت فيه اللعنه دي كلها لسه عايشه ومغيره اسمها مسميه نفسها انجي، وهي صاحبه شركه السمك الكبيره دلوقتي المحتكره السوق. وبتروح تقابل برنابس في القصر وبتحاول تغريه وتبوسه وتقول له احنا اللي فات مات وتعالى احنا اولاد النهارده، وتقول له البلد كلها تحت ايديا ومحدش هيصدقك لو اتكلمت، فانت ما قدامكش غير انك تيجي في حضني كده. فبدا يرمم القصر ويشغل الناس ويستخدم قوته في التنويم المغناطيسي عشان يخلي القباطنه بتوع المراكب وكده يسيبوا انجيليك دي ويشتغلوا معاه، وبدا يسحب البساط من تحتها يعني. وبعد كده بتظهر الدكتوره جوليا بتشك فيه وتقول له يا ابني انت وراك مصيبه ولا انت ايه؟ فبدات تعمل له تنويم مغناطيسي كده وبدا يعترف بكل الاسرار بتاعته. وبدا ما تبلغ البوليس بدات تديله نقل دم عشان تخليه انسان، بس في الحقيقه هي بتسرق دمه عشان تحقنه لنفسها وتفضل هي كمان فامباير او مصاص الدماء وعايشه للابد. برنابس بعد كده بيقعد مع هيبس في الغابه عشان يفهم الستات المودرن عايزين ايه وبيفكروا ازاي النهارده، وبعد ما يفهم ان هم عايزين حب وبتاع بدا يقتلهم كلهم وياكلهم. انجيليك الساحره بتعرض عليه يبيع شركته ليها، ولما بيرفض قالت له انا هقتل لك فيكتوريا حبيبتك دي، مش انت بتقول انها بتفكرك في القديمه جوزيت وانها شبه الحب الماضي؟ هقتلها لك زي ما قتلت القديمه. فبرنابس بيضعف وبيعمل معاها علاقه في المكتب والاتنين بيكسروا المكان كله بقوتهم الخارقه، بس في الاخر بيقول لها انا مستحيل احبك انسي. قالت له والله لا دمرك. بعد كده برنابس بيعرف ان روجر ابو ديفيد بيسرق محافظ الضيوف وكده في الحفله، فقال له انت يا تبقى اب كويس او تاخد فلوسك دي وتمشي وما ترجعش تاني. فروجر بياخد الفلوس وبيهرب وبيصدم ابنه ديفيد. فيكتوريا بعدها بتعرف ان برنابس هو كمان بيحبها، فيطلع على فكره انا كمان بحبك، وعلى فكره اهلي
حطوني في مصحه عشان كنت بشوف روح واحده اسمها جوزيت. فطبعا برنابس عارف ان جوزيت دي حبيبته القديمه وكده، فبيكتشف ان الدكتوره كمان جوليا سرقت الدم بتاعه عشان تفضل مخلده، فبدا يعاقبها وان هو اكلها ورمى جثتها في البحر. وبعد كده الساحره انجيليك بتوصل لبرنابس وبتحاول تقنعه ان هم يحكموا مع بعض، ولما بيرفض بتبلغ عنه وبتحبسه في التابوت تاني وتفجر مصنع السمك بتاعه. فديفيد الصغير بينقذه لان روح امه قالت له ان هو في خطر. هو كان عنده دايما رؤيه ان هو بيشوف شبحه كده. وبعد كده في المعركه النهائيه الساحره بتجيب اهل البلد والبوليس للقصر وبتسمعهم تسجيل لبرنابس وهو بيعترف ان هو قتل جوليا اللي هي الدكتوره النفسيه اللي سرقت دمه. فبرنابس بيطلع ويواجههم وبتبدا معركه دشمله يعني. الساحره بتسحر القصر كله وتخليه يهاجم من عيله، وبنكتشف ان كارولين بقت مستذئبه او اللي هو الرجل الذئب يعني، والساحره خلت ذئب يعضها وهي في المهد. بعد كده انجيليك الساحره بتعترف ان هي اللي موتت اهل برنابس وام ديفيد وكل مصايب العيله. وفجاه روح ام ديفيد دي بتظهر وبتهجم على الساحره وبترميها بقوه على النجفه، فالساحره بتموت وهي بتقلع قلبها كده وتديه لبرنابس، والقلب بيتحول تراب، وده طبعا من شده حبها ليه. وبعد كده فيكتوريا بتروح عند المنحدر عشان تنتحر لانها شايفه انها بشريه وعايشه في النور كده وبتحب فامباير. ازاي هتحب برنابس وهو فامباير كده؟ ومستحيل يكملوا سوا. فبدا يروح معاها برنابس وهي بترمي نفسها، قال لها لا ما استني، فنطت طبعا، راح حاضدها في الهواء وهي طايره عشان تتحول لفامباير وما تموتش تبقى مخلده. فبتفتح عينيها وبتقول جوزت ده اسم حبيبتك اللي قبل كده؟ قال لها اه. بدا حياتهم الخالده سوا. الفيلم بيخلص بلقطه كده في قاع البحر للدكتوره جوليا وهي بتفتح عينيها وهي كمان بقت فامباير لانها كانت واخده دم التاني. فكده اللي اتبقى في الفيلم كله عايش برنابس وحبيبته الجديده فيكتوريا اللي صحيت وبقت فامباير زيه والدكتوره جوليا. الفيلم ده اسمه ايه؟ الفيلم ده اسمه دارك شادوز، وهو الجوني ديب. وجوني ديب احنا عارفين ان هو مجنون وكده بيعمل ميك اب كتير، وهو على فكره كل شخصيه بيتعب فيها قوي. وكان ليه فيلم برضه اسمه سويني تود اظن، كان مع ممثله كده بيقول لك دي الانثى لجوني ديب اللي هي اسمها هيلينا بونهام كارتر، دي اللي كانت عملت فايت كلاب. طب بقول لكم شويه معلومات كده عنه ونقفل الفيديو. على فكره يا جماعه جوني ديب عشان يوصل لشكل برنابس ده اللي هو الرفيع قوي ده مشي على نظام غذائي قاسي جدا. كان بيشرب كميات مهوله من الشاي الاخضر وياكل فواكه قليله قوي لحد ما خلى وزنه 63 كيلو، وده رقم قليل جدا بالنسبه لطوله عشان يبان ضعيف يعني كانه لسه طالع من التابوت فاهم. كمان جوني ديب اتدرب فتره طويله ان هو ما يرمش بعينه ابدا، لان طبعا الفامباير مش هيبربش اكيد يعني بعينه. هو قال لك انا شايف ان الفامباير ده كائن ميت ما بيحتاجش يرطب عينه، ولو ركزت في الفيلم هتلاقي نظراته ثابته ومخيفه قوي بتاكد لك ان هو فعلا مش انسان. وكمان برنابس ده كان عنده اطول ضوافر في السينما، وده بسبب ازمه جوني ديب في الكواليس، ما كانش يعرف يمسك اي حاجه او حتى يدخل الحمام او ياكل من غير مساعده الكاست اللي معاه. الضوافر دي كانت جزء من المكياج اللي بياخد 3 ساعات كل يوم عشان يتركب. الفيلم ده على فكره يا جماعه متاخد من مسلسل رعب قديم جدا في الستينات. في مشهد الحفله الكبيره اللي كان عاملها برنابس في القصر في ممثلين اصليين ظهروا من المسلسل ده في البتاع كانوا من التقدير يعني كضيوف كده. في المشهد النهائي لما انجيليك برضو بتبدا تموت وجلدها بيتشقق كانه بورسلين مكسور، المكياج ده ما كانش كله جرافيك. ايفا جرين كانت بتلبس قطع بلاستيك دقيقه قوي ومرسومه يدويا عشان تدي ايحاء ان جسمها فعلا بيتحطم كانه تمثال قديم. بس ده كان الفيلم. ايفا جرين بصراحه يا زي القمر وممثله شديده يعني، رغم انها على فكره في المدرسه كانت بتقول لك انا كنت خجوله قوي وبتكسف وكده، بس هو عاده اي حد مبدع او مجنون كده بتلاقيه عنده جزء كان مخبيه وهو صغير يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 20 لايك ومع السلامه.